بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع مقام جديد اللي هو مقام الصبا، من المقامات الجميلة الحزينة يجب أن نحفظها إن شاء الله. وأنا سأبدأ بتلاوة من الصبا، من مقام الصبا، من سورة القصص: ولما ورد ماء مدين. فإن شاء الله تستمعون إليها وتحفظوها وتحفظوا هذا المقام وتؤجروا ونؤجر جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت
استاجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله. قرأنا هذه التلاوة الكريمة من سورة القصص على نغم الصبا، مقام الصبا. ومقام الصبا من حكينا أنه من المقامات الشيقة الحزينة، وإن شاء الله تحفظوا هذا المقام وهذه التلاوة، وتركزوا على القرآن الكريم وتلاوته بشكل صحيح إن شاء الله، وتتبعون نظام المقام. وإن شاء الله حلقة قادمة تأتيكم إن شاء الله بعد هذه الحلقة، ونبدأ إن شاء الله بمقام جديد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وتقبلوا تحيات القارئ عادل يوسف العادلي.